صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم. نستكمل الآن حلقاتنا. معنا الآن أول صورة فوتوغرافية التقطت في التاريخ في مارس عام 1838 في أحد شوارع باريس. وكانت هذه الصورة استغرقت 10 دقائق كاملة حتى تستطيع الكاميرا تجميع الضوء وتلتقط الصورة. دي كانت أول تجربة للتصوير في مارس عام 1838 في أحد الشوارع في باريس. والشارع كان للعلم مليء بالناس، وكانوا يتحركون، لكن الكاميرا ما كانتش قادرة تجمع الإضاءة الإضاءة المنعكسة على أجسادهم يعني وهي بتصور. ولكن استطاعت تصوير شخص توقف لعدة دقائق لتلميع حذائه. وكان أحد الأشخاص يعمل في تلميع الأحذية قاعد أهو زي ما احنا شايفين. فالكاميرا استطاعت التقاط هذه الصورة للشخص الجالس ويعمل في تلميع الأحذية، والشخص الذي يقف ويلمح حذائه. دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه زي ما احنا قايلين. طبعا ملامحهم مش واضحة، لكن هي دي أول صورة التقطها الكاميرا. الشارع ده كان مليان بالناس بتتحرك، لكن طبعا زي ما احنا قلنا الكاميرا ما التقطتهمش بسهولة يعني. هي التقطت الصورة دي. ده كان في مارس عام 1838 في باريس، وهي دي أول صورة فوتوغرافية في التاريخ. نرجو ان حضراتكم تعملوا لايك للفيديو واذا اعجبكم، واشتراك في القناة، ودعمنا حتى يصلكم كل جديد بإذن الله. لا تنسوا دايما ان الاشتراك في القناة وتفعيل زر اعجاب يكون دعم لينا بإذن الله. نرجو منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو إذا أعجبكم. بنكرر مرة تاني، دي أول صورة فوتوغرافية التقطت في التاريخ في شارع من شوارع باريس في مارس عام 1838. وإن الشارع كان فيه ناس تتحرك وخيول، لكن لم تستطيع الكاميرا التقاطها لأن الحركة كانت لا كاميرا لا تستطيع تصوير الضوء المنعكس على أجسادهم. والكاميرا هنا هو استغرقت حوالي 10 دقائق كاملة حتى تستطيع تجميع الإضاءة المنعكسة على الأجساد والتصوير. وده كان شخص جالس بيعمل في تلميع الأحذية، وشخص يقف أمامه يعمل يطلب تلميع حذائه. واستطاعت الكاميرا التقاط صورهم وتخليدهم للتاريخ. شكرا مرة أخرى للمشاهدة وحسن المشاهدة، ونرجو منكم عمل لايك للفيديو والمتابعة بإذن الله وعمل اشتراك في القناة. وتحياتي لكم جميعا أينما كنتم. إلى اللقاء.